بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ما من قناة اكلات ويوميات ما. اللي اول مرة اشوف فيديو ليا او قناة يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، عشان تنوروني وتشرفوني في القناة بتاعتي، عشان اكبر بيكم وليكم. يا صباح الجمال وصباح بقى التفريزات والايام الحلوة. الطماطم بدأت ترخص شوية عن الاول، ساعات بتبقى كيلو وربع وساعات تبقى كيلو ونص، فقلت اجيب شوية واعملهم صلصه. هما مش كتير ولا حاجه، بس هينفعوني. مثلا النور قاطع في يوم ما، مثلا مش قادره اجيب حاجه اعملها، المهم يبقى عندي في الفريزر اكياس طماطم اطلعها واطبخ على طول. بعد ما خلصتهم دخلت بقى عملنا فطار كده، وفطارنا سريع كده سريع، عشان ايه؟ النهارده الروتين بتاعي طول النهار في المطبخ. عملت حاجات كتير وحشينا، وعملنا بقى الاكله الرسميه في الشتاء. انتوا عارفين طبعا الشتاء دخل والجو برد، اكتر الاكل اللي هتاكلوه يبقى محشي بقى وحاجات حلوه، الحاجات الدف ديت بتبقى طعمها حلو جدا، وبالذات محشي الكرنب بقى والحاجات دي. فقلت ايه، جبنا كده رمبتين كده صبحين من الغيط، قلت بقى نعملهم محشي النهارده كده. وما شاء الله كان طعمه حلو جدا، وكان ما شاء الله الورقه نفسها كان طعمها مسكر. يعني هما كانوا كرنبتين، بس في واحده كان طعمها مسكر جامد، يعني طعمها ما شاء الله حلو قوي. والتانية كانت حلوه، بس التانية يعني حتى تلاقي الفرق بالورقه، طعمها حلو قوي. المهم خدتهم بقى وايه وقورتهم كده من النص، وكمان هنبدا نسلقهم في الحله بتاعتنا. وهبدا اقطعهم، انا بقطعهم كلهم بعد ما اسلق، وبعدين ارصهم كده وابدا احشي على طول، بتسهل معاكي على طول. ممكن تقطعيهم وتحشي زي ما انت شايفه بقى كده، يعني الورقه على بعضها، وتسيبيها لفه على بعضها، ولما تيجي تحشي تبقى تاخدي صباع صباع. فالطريقه اللي انت تحبيها اعملي بيها. هو بس بشيل اللي في النص ديت وخلاص، وابدا اقطعها كده زي ما انتم شايفين، وابدا اقطع على حجم صباع المحشي اللي انا بحبه. صراحه انا بحبه، يعني بحب المحشي يبقى ورقه اكتر من الرز، فعشان كده تلاقيني بقطع ورقه كبيره، بتديكي طعم حلو جدا. ومهما كلتي بقى مش هتاكلي رز كتير، يعني الورقه بتبقى كبيره ما شاء الله، والرز كميه صغيره جدا. وطبعا تزويد الحله زي ما انت هتراعي، يعني ان مفيش رز كتير في ورق كتير، فمش هتزودي كتير زي ما تبقى ما شاء الله. في ناس بتبقى حاشيه الورقه، بتبقى الورقه صغيره وكميه الرز كبيره. المهم بعد ما خلصت بقى اسلق الكرنب وقطعته، ركنته على جنب يصفي طبعا الميه بتاعته خالص، بحطه في مصفى واسيبه. مجرد ما بتسيبيه وشويه بيصفي ميته، هبدا اعمل بقى التسبيكه زي ما انتم متعودين مني. بشوح البصلايه بس ما بحمرهاش ولا حاجه، شويه ملح والبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه ومرق الدجاج، واشوحها لغايه ما تشمي بس ريحه الحاجه كده. وممكن تحطي فص ثوم صغير وخلاص، وتقومي ضربه الطماطم وحطها عليها. الطماطم وهي بتتسبك معاكي، او مثلا ساعة ما بتخلصي تغلي غلوة، تقومي حاطه عليها قرنين فلفل اخضر مخرط او مفروم مع فصين توم، ريحة وطعم. وكمان يعني تشم الريحة كده من على بعد، بيبقى مختلف ما شاء الله، غير ما تبقي كمان محمرة في البصلاية. الحاجة النية يا بنات بتبرز طعم الاكل وريحته. هسيب بقى يا بنات الطماطم تتسبك كده على البوتاجاز، ونشوف هنعمل ايه تاني. انا كنا عاملين فراخ بلدي يومها، فكان ما شاء الله الاكل حلو. كان كمان كان بقى سخن كده، انا بحب اكل المحشي هو لسه نازل على النار، اغرفه واقوم اكله على طول. فما شاء الله الحمد لله كان يوم، هو اي نعم يوم طويل جدا، بس على قد ما تعبت على ما قد ما بتلاقي المقابل. لما تلاقي مثلا بيتك نظيف، حاجتك معمولة، قضيتي كذا حاجة في وقت واحد، بتحسي براحة، وبتحسي ان انت انجزتي حاجة كويسة يعني. خلاص كده يا بنات، هي صراحة طماطم حلوة، مش بيضة قوي كده، بس مش عارفة الكاميرا بقى اللي ظلماها. هغسل كمية الرز بتاعتي واحطها على الطماطم على الصلصة بعد ما اتسبكت. وطبعا ظبطت ملحك وظبطت بهاراتك وكل حاجة. والخضرة كل ما تبقى الخضرة كتير في المحشي بتبقى طعمها حلو. فطبعا الحاجة ما شاء الله كانت صغيرة شوية على كمية الرز، فهقلب كل الحاجات دي بقى في صينية. لما اجي احط كل الحاجات دي على بعض بحطها في صينية واقلبها بقى براحتي. خلاص بقى كده يا بنات، انا بدأت احشي اهوت. طبعا كل ما ترصي الحله بتاعتك تبقى رصه يعني كويسه كده، ورصه معتدله.
في ناس تقوم حاشيه حاشيه وترمي وخلاص مش بترص. انا بحب صراحه ارص حله المحشي، رصها بقى دايره، رصيها مثلا آم، رصه كده ورصه عكسها التانية. المهم تبقى رصه الحله رصه حلو، حتى لو قلبتيها مثلا على في صينيه كبيره او كده وتنزل شكلها حلو، وكمان تاخد معاكي كميه اكتر من ان انت تبقي مثلا حاطه كده من غير رص من غير تظبيط. المحشي معاكي كده خلاص. انا خلاص بقى كل الكميه وابدا ازودها عشان الغدا. فبنات بقى اللي وصل معايا هنا لغايه هنا معايا في الفيديو، يا ريت يحط لي لايك كده، ولو ما كانش مشترك معايا في القناه يا ريت يشترك ويحط لي لايك، وكمان تعليق حلو من عندكم عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات كتير. انا عارفه ان انا مقصره اليومين دول، بس والله غصب عني، وان شاء الله هتبقوا تعرفوا قريب كان انا مقصره معاكم ليه. فيا ريت تساعدوني بقى باللايكات ولو اشتراك في القناه. كده بقى خلاص يا بنات، انا خلصت حله المحشي ما شاء الله مرصوصه رصه حلوه اهيت. فبقولك زي ما انت عايزه، انا ممكن حاطه عكس اعكاس يعني، بس الرصه حلو خالص. هبدا ازود بقى الشوربه بتاعته. الشوربه ما شاء الله رايقه وجميله. طبعا كل ما تنقع الفراخ بتاعتك مده اطول بتبقى ميتها حلوه وشوربتها حلوه كمان، ميبقاش لها ريحه زفاره. زي ما انتوا عارفين انا بنقعها في ملح وسكر وشويه ليمون فقط لا غير. زي ما انتوا بقى شايفين كده الفراخ ما شاء الله بتستوي اهيت. وجينا بقى اللحظه الحاسمه يا بنات، والمحشي بتاعي استوى وهنغرف. ما شاء الله احلى، بص احلى لقطه على قلبي ساعه ما تيجي بقى تنزل الحله كده وتبداي بقى تنزلي المحشي كده. ما شاء الله جميل جدا، وما شاء الله الصباع ما تفكتش ولا اي حاجه. وكان الاكل ما شاء الله جميل، والف هنا والف شفا على الف هنا والف شفا على اللي كلوا. زي ما شايفين بقى، وصراحه الفراخ انا ما حمرتهاش لان ما بحبش احمر الفراخ بالذات لما تبقى بلدي، ما بحبش احمرها. خلصنا الغدا بقى وشربنا كوبايتين الشاي بتوعنا وخدنا ريست شويه كده لان برضه تعبانه اليومين دول. ودخلت على المواعين، ما حبيتش اتعبكم يعني ادوش دماغكم بقى بغسيل المواعين والحاجات دي. ما شاء الله خلصت المواعين والكوبايات وكل حاجه. البوتاجاز قلت بقى اغسله. كنت هي في غلطه انا عملتها بس مش عارفه، مش مفيش حاجه راضيه تطلع من البوتاجاز صراحه من يوم. كنت بغسل الجدار بتاع البوتاجاز بتاع المطبخ، وكمان رشيته هاربك بتاع الحمامات ده يا بنات لو انتوا عارفين الهاربك. فتقريبا وانا برش على الحيطه وقع منه، كنت اصلا مش قافله البوتاجاز الغطا بتاع البوتاجاز، فوقع منه على العيون، وقع منه على الحاجات دي. فعمل البوتاجاز يعني كان بيلمع كده من الاول، مجرد ما تغسلي بس غسله بسيطه تلاقيه بيلمع معاكي وحلو. لكن الصاجه نفسها بتاعه البوتاجاز انتوا شايفينها ديت تحس انها غمقت بقعت معرفش بقى، وكمان مش عارفه اعمل في ايه. المهم يا بنات، طالما قلنا بقى الروتين بتاعنا النهارده روتين كلته في المطبخ من اول الصبح لغايه اخر النهار، قلنا بقى ايه نظبط المطبخ كده تظبيطه حلوه. انا كنت غاسله الجدران قبلها بس الصراحه ما صورتش معاكم. بعد ما خلصت بقى الغدا وغسلنا البوتاجاز والمواعين وظبطنا الدنيا، قلت ايه افضي الرخامه كلها واغسلها غسله نظيفه كده، وكمان اغسل البلاط اللي ورا الرخامه. زي ما انتم شايفين نظافه حلوه، نظافه ريحتها حلوه يا بنات، تبقي انت كمان مستريحه نفسيا. شويه بقى بريل كده او صابون مواعين وهبدا اغسلها كلها غسله حلو. بس الرخامه عندي مش عارفه صراحه ضعيف بقى في الرخامه ولا ايه، فحته كده تلاقيها سودة او مسوده مش عارفه، لونها غامق عن بقيه الرخام. انا مش عارفه ده من ايه صراحه، هي ما كانتش كده اول ما اتجوزت ولا حاجه، بس ما اعرفش من ايه. المهم بقى غسلتها ومسحت الجدران ومسحت الرخامه، نشفتها حلو. حتى ما شاء الله تلاقوا اللمعه كمان حلوه كده، شكلها حلو وبتلمع، الرخامه بتلمع والجدران بتلمع كده. بوريكم بقى شكل الرخام. خلصتها وشلت كل اللي عليها، والبوتاجاز كمان غسلته. بس صراحه لونه ما بقاش عاجبني صراحه، بس مش عارفه اعمل فيه ايه. بقول بقى مره على مره كده يمكن من كتر الغسيل الحاجه يطلع. فمش عارفه، اللي عنده حل بقى يقول لي. ده كان هاربك بتاع الحمامات والحاجات دي والدهون والحاجات دي يعني. المهم بقى قلت ايه اعمل لهم شويه صينيه كيك كده حلوه نحلي بقى بعد المحشي والحاجات ديت بالليل، يعني لو عايزوا يتعشوا عايزوا حاجه يبقى حاجه ايه حلوه عندنا. يا رب بقى يكون اللي وصلتوا معايا لاخر الفيديو انبسطتوا معايا وشجعتوني كده باللايك والتعليق الحلو. يا رب اشوفكم على خير وفيديو جديد،
وما تنسونيش من دعواتكم. مع السلامة.